بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي، وبنشكر كل الناس اللي بتدعمنا باللايك للفيديو والاشتراك في القناه، وكل الناس اللي بتشاركنا بالتعليقات، وخصوصا التعليقات الاهلاويه الجميله والظريفه. ولعت خلاص. ممدوح عباس الرئيس السابق لنادي الزمالك في التويته الشهيره قال لك انا هعوض جمهور الزمالك بصفقتين هتنسيهم الام الغدر والخيانه اللي تعرضوا ليها بعد انتقال زيزو للنادي الاهلي. صفقات كتيره جدا مرشحه لنادي الزمالك، وعارفين ان احنا على قناه يوميات زملكاوي بنتابع الصفقات اللي بيعملها نادي الزمالك. اول صفقه كنا بنتكلم عليها صفقه الهداف العراقي مهند، اللي هو احرز 25 هدف في 28 مباراة، معدل تهديف عالي جدا، وخصوصا ان الكرة العراقية كمان يعني الدوري العراقي فيه مستوى حتى عن الدوري المصري، ومنتخب العراق بيقدم كرة محترمة ومستوى محترم، وبيوصل لكأس العالم بصورة مستمرة. كمان عودة بقى طارق حامد قلب الأسد، واللي أعلن بمنتهى الوضوح إن هو عايز يختم حياته الكروية في ناديه اللي عمله نادي الزمالك، ومش هيبقى في طلبات مادية مبالغ فيها، خصوصا إن هو عارف إن هو كبر في السن. البعض بينتقد الصفقة، البعض بيقول لك إن اللعيب ده كبير في السن هتجيبه على أساس إيه؟ وخصوصا إن أنت عندك عبد الله السعيد وعندك شيكابالا. بس أنا متأكد إن طارق حامد لو جه هيبقى مكسب كبير جدا لنادي الزمالك. تقولوا لنا رأيكم في التعليقات مع انضمام طارق حامد للزمالك تاني ولا لا. صفقة كمان شبه مؤكدة، صفقة محمد بن شرقي لاعب المحلة في خط الوسط، لاعب مهاري، لاعب مميز جدا جدا، وإن كان عقده مع المحلة لسه مستمر، ولكن في كلام كبير جدا على انضمام اللاعب لنادي الزمالك. سياسة الصفقات السنة دي في نادي الزمالك زي ما اعلن ميدو، زي ما اعلن حازم امام، ان نادي الزمالك مش هيجيب عدد كبير جدا من اللعيبه، ولكن هيجيب 4 أو 5 صفقات بالكتير، تكون صفقات قويه وصفقات مؤثره. وده اللي احنا بنطالب بيه. احنا عايزين لعيبه من الكواليتي بتاع مصطفى فتحي وبتاع فرجاني ساسي وطارق حامد، لعيب واحد يغني عن 100 لعيب، زي ما جبنا قبل كده بن شرقي وفرجاني ومصطفى محمد وزيزو. صفقات كانت قليله ولكنها كانت مؤثره جدا جدا جدا. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، تتمنوا مين ينضم لنادي الزمالك السنه دي، وهل تتوقعوا ان نادي الزمالك هيعمل موسم انتقالات قوي ولا لا. بشكر كل الناس اللي بتتابعنا، وما تنسوش تدعمونا باللايك للفيديو والاشتراك في القناه، وتابعونا على قناتكم يوميات زملكاوي يوصل لكم كل جديد عن اخبار وعن صفقات نادي الزمالك، الفريق اللي احنا بنحبه وهنفضل نشجعه مهما حصل، ومهما كانت الدنيا كلها واقفه ضد الزمالك احنا عمرنا ما هنتخلى عن النادي بتاعنا، لاننا بنحب